التطبيع مع إيران. هذا ما قاله أسعد الشرعي. أقول له بأن اليهود سبوا الله، والله قادر أن يدافع عن نفسه، للبيت رب يحميه، تمام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما الإيراني أتاني بعقيدة كاملة، وعقيدته تقول إن إذا لم تقتل السنة لا تدخل الجنة. لذلك أرحب بإسرائيل، أرحب باليهود، أرحب بكل من قال أنا إسرائيلي على حساب هذا الإيراني الذي قتلني ودمرني. رقم واحد. رقم اثنين أستاذ، رقم اثنين، مسألة الرياضيات تبع صف أول، تبع صف أول ابتدائي. الرقم 4 أكبر من رقم 1. جميعنا نعلم بأن رقم 4 أكبر من رقم 1، تمام. إيران دمرت سوريا، دمرت العراق، دمرت لبنان، دمرت اليمن، 4. إسرائيل دمرت فلسطين. لذلك علينا أن نكون مع القضايا العادلة وضد من قتلوا أعداد أكبر من المسلمين. رقم 2 هذا. رقم 3، عاد وقال السيد أسعد الحوثي بأنه التطبيع الشعبوي أخطر من التطبيع الحكومات. قال بأن الحكومات جميعها مطبعة، لكن التطبيع الشعبوي هو الخطر الكبير. لذلك أنا أوافقه الرأي بأن التطبيع الشعبوي هو الأخطر. كيف؟ تحية للسيد ملك المغرب السيد محمد السادس، الذي طبع مع الصهاينة، طبع مع إسرائيل، وأعطى للشعب المغربي الحرية الكاملة بأن يقولوا من داخل بلدهم، كما قال السيد كمال، كما قال ولد المملكة، كما قال السيد الرأي المغربي. أنا من داخل مدينة الداخلة، قالها الرأي المغربي، أنا ضد التطبيع مع إسرائيل من داخل أرضه وبلاده. بينما السيد كبير الكراغلة المقبور بوحفوظة، وكبير الكراغلة الحالي الكلب الديوث زوج ماكرون طبون، جوع الشعب الجزائري التطبيع الشعبوي. هناك 12 مليون جزائري موجودين في فرنسا. افتح التعليقات إذا سمحت أستاذ. 12 مليون جزائري موجودين بفرنسا. جميعنا نعلم بأنك عندما تمتلك إقامة في أي دولة أوروبية، أولا يأخذون توقيعك على عدم معاداة السامية، وهي معاداة دولة إسرائيل. 12 مليون جزائري في فرنسا موقعون على عدم معاداة السامية، تمام. هذه فقط في فرنسا. لم أتكلم لك عن ألمانيا، إسبانيا، وبلاد أخرى، تمام. فهذا يا سيد أسعد الحوثي، هذا هو التطبيع الشعبوي. التطبيع الشعبي أن يهجر الرئيس أو الكلب الحاكم طبون، أن يهجر الشعب الجزائري من الجوع ويخرجوا إلى فرنسا ليطبعوا مع إسرائيل تطبيع شعبوي. بينما السيد المغربي، أي مواطن مغربي موجود في أرضه في بلده ويقول بأنا ضد التطبيع، هو بدون خوف. هذه هي الحرية، هذه هي الكرامة التي لا تعرفون عنها شيء. هذه هي الحرية، هذه هي الكرامة التي لا تعرفون عنها شيء، بأن المغربي داخل بلاده يقول ضد التطبيع ويتكلم بحريته، ويتكلم بكامل كرامة وحرية. إنما الجزائري جائع يلهث في شوارع فرنسا لكي يوقع. يقول الجزائري في فرنسا: أرجوك يا صاحب المطعم، دعني أنظف مطعمك لحتى تعطيني أوراق كي أوقع بها على عدم معاداة السامية. تخيل على التطبيع الشعبوي. أين هو التطبيع الشعبوي يا سيد أسعد الحوثي؟ لماذا يا سيد الحوثي
سكرت اللايف كامل عندما أتى دوري بالكلام وأنت تخاف وأنت خائف وأنت ترتجف. رأيت يده وهو يرتجف كيف يسكر اللايف. نعم، وضعته في زاوية على حجمه هكذا. هو يخرج الناس الذين ليس لديهم علم، ويأخذ من داخل أحاديثهم، يأخذ ما يخدم أهدافه ويخدم أجنداته. هذا هو الحوثي السيد أسعد الشرعي. آسف على الإطالة. لا والله لا ما طول. أنا غادي تزيد تضحك واحد شوية وغادي يضحك كمال. دابا غادي تفتح الكمبيوتر نتاعك وغادي دير قاعة الشرف بالقصر الرئاسي الجزائري، وراح تطلع لك صورة فيه فسيفساء يستقبل فيه الرئيس الجزائري جميع الرؤساء، وتشوف كبرها شوية غادي تشوف نجمة داوود. هذه وحدة، هذه يفتحها عادي. يعني هم ضحكوا عليهم في عقر القصر الرئاسي في قاعة الشرف. أتحدى أي جزائري أنه يثبت لي أن ليست نجمة داوود مرسومة بشكل واضح وقاعة الشرف التي يستقبل فيها الرئيس الجزائري. هذه نمرة واحد. باش نخلي الأخ ولد المملكة يقرأ رسالة. نتنياهو كان قبل أسبوعين كان بإنتيبي، كان بالمدينة الثانية، المدينة الاقتصادية بأوغندا. وأوغندا كان فيها عيدي أمين دادا لما طيحوه، لأن في الخلاف طيحوا موسيفيني هذا اللي موجود حاليا. موسيفيني بعد ما طلع نتنياهو جاء على إسرائيل، جاء موسيفيني في طائرة خاصة للجزائر. يا أخي أنت تقول لي المغرب مطبع مع إسرائيل، أنا عدوي المغرب. وموسيفيني موقع اتفاق ديال شراكة عسكرية استراتيجية، واستقبل نتنياهو وفي المدينة ديال انتيبي اللي هي مركز ديال العمليات العسكرية ديال الأمم المتحدة جنب البحيرة نتاع فيكتوريا. أنت استقبلته أول أمس في القصر الرئاسي وعطيته صفقات بقيمة 325 مليون دولار من المليار اللي وعد بها أفريقيا. تعرف ليش يا منير؟ تفضل. ليلعب دور الوساطة بين النظام الجزائري ودولة إسرائيل، لأن فرنسا والجزائر وقعوا في عنق الزجاجة لكي يحاربوا يحاربوا المصالح الاستراتيجية المغربية في العمق الإفريقي، وينتبهوا إلى التقرير الاستخباراتي الأخير شهر أكتوبر 2022 الذي يحث الدولة العميقة الفرنسية على تحريك جميع الدول الوظيفية لمحاصرة التمدد المغربي الاقتصادي والمالي والتجاري والسياسي والديني. الجزائر وقعت في عنق الزجاجة ورجعت إلى فرنسا، وأخذوا مجموعة من المستشارين ومكاتب استشارات موجودة ومعروفة، وأخذوا مكتب استشارة لشخص يدعى إيشلي برنارد كوهين، وهو كبير مستشاري الإليزي. يا أخي لو أنتم جزائريين تحبوا تأخذوا إفريقيا وتغلغلوا باش تحاصروا المغرب، ما عليكم إلا أنكم تستفادوا من الدعم الإسرائيلي. وأقسم بالله العظيم في هذا الليل وفي هذه الأيام المقدسة قبل شهر رمضان، لو اطلع العرب على ما يقوم به النظام العسكري في الخفاء ضد المصالح الاستراتيجية واللعب بمجموعة من القضايا الوطنية لصالح إبقاء نظام الكبرانات للحفاظ على مصالح الدولة الفرنسية العميقة. نحن نعرف جيدا أن من يحرك كل هذه الخيوط هي الدولة الفرنسية بما فيها خيط ماكرون الصبي المعتوه. إلى قبلتي عليا قرأ رسالة كمال، اسمح لي. قرأ لك أنا الرسالة أخي، طويلة شوية. أنا المهم من باب إذا جات على خاطرك بغيت أنا منير يسمعها مزيان، واسمح لي واخا طويله لان تحاول ما يمكن تزب فيها. اخي الكريم اقسمت بالله العظيم وفي كل لايف اطلع واقول مغاربه سجلوا حتى كل كلمه اتكلمها تتسجل علي يوم القيامه. انا لا اخون، انا لست مرتهن، انا لست مرتزق. عندما خان اسعد الحوثي يعمل على لاجنده هو تابع لها،
الله يموتنا وياخذنا ونحن نتكلم بكلمة الحق. الصحراء المغربية مغربية، لا يوجد مقارنة لإيران المجرمة التي تقتل الصحراويين في الصحراء المغربية، والتي تقتل السوريين في سوريا، والعراقيين في العراق، واليمنيين في اليمن، واللبنانيين في لبنان. لا يوجد لها مجرم يقارن بها، لا يوجد لها. كما يقول أسعد الحوثي، يقول بأن إسرائيل أسوأ من إيران. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. أعطيته مثال واحد، قلت له بأن أنا سوري درويش مسكين مدني سيفيل، ما عندي سلاح، ما عندي طيارة. إذا أتاني صاروخ مكتوب عليه صنع في الجزائر، وتخبأت خلف صهيوني، خلف يهودي، تجرمني، تحاسبني لأني اختبأت وراء صهيوني، وراء إسرائيلي؟ يا حبيبي روح جرم اللي بده يقصفني، روح جرم اللي بده يقتلني. عندما أتت إسرائيل وفتحت حدودها وقالت لكل سوري ولكل فلسطيني في سوريا يقصفه بشار الأسد مرحب فيه بأن يدخل إلى إسرائيل ويتعالج، كان الصواريخ الجزائرية والصواريخ الإيرانية والصواريخ اللبنانية والصواريخ العراقية كانت تنزل على صدور الشعب السوري. يا حبيبي، يا حوثي، يا أسعد الحوثي، اسمع يا حوثي، اسمع يا حوثي، اسمع. إذا بعت قضيتك في اليمن خليه يسمع على وقع كلمة اسمع، خليه يقرأ رسالة ويسمع. يا حوثي، يا أسعد الحوثي، إذا بعت قضيتك مقابل بضعة دراهم إيرانية لن تنفعك يوم القيامة. تفضل أستاذ. شكرا لك. أولا من باب النيل والاحترام، السلام عليكم السيد أسعد الحوثي التبوني. وأنا أكتب لك هذه الرسالة، تحضرني بعض الأبيات، حيث إن من اللئيم بقبح القول تعرفه، وبالحوار طباع الناس تكتشف، في التخاطب ذوق ليس يدركه إلا كريم، بحسن الخلق يتصف. السيد أسعد التبوني الحوثي، لا يمكنني إلا أن أختلف معك على ما الذكورة لا تعني أبدا الرجولة، لأنها أي الرجولة إحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع بأكمله. فالرجولة مواقف، فكم من رجل بلا مواقف ولا إرادة ولا شخصية، وكم من الرجال باعوا رجولتهم لقاء المال والجاه، أو للحصول على مركز أو منصب أو جاه، ولا سيما مع الكم الهائل من الوسائل الإلكترونية المتاحة حاليا. السيد أسعد الحوثي التبوني، صحيح أن كل رجل ذكر وليس له كل ذكر رجل، فالرجولة الحقيقية لا شك أن تكون رجلا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. فالرجولة ليست مظهرا وانتماء إلى عالم خصه الله سبحانه بمواصفات خاصة تختلف عن خصائص الأنوثة. إن أول ما يسمى الإنسان ويؤثر فيه هو التعرض لكرامته بطبيعة الحال. فمن أراد أن يحافظ على كرامته ويصونها عليه قبل على كل شيء أن يحافظ على رجولته، فإن فعل فسوف يجد دون أدنى شك الاحترام والتقدير من الجميع، سواء كان فقيرا أو غنيا، ومهما كان منصبه الوظيفي، أيضا فراشا أو موظفا عاديا أو وزيرا كان أو سفيرا، ومهما كان نسبه العائلي. فالكرامة لا تدخل في الوظيفة أو الحسب أو النسب، فكم من فقير محتاج لديه من كرامة ويفوق التصور أو الوصف. السيد أسعد الحوثي التبوني، لا يختلف اثنان على أن الخيانة بشتى أنواعها، شخصية كانت أو عامة، ليست من الرجولة إطلاقا. فالخيانة الوطن، إفشاء أسرار عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، أو خيانة الثقة والأمانة وتبذير المال العام، أو حتى التضارب بمواقف تجاه قضايا دولية، فيه شيء من الرجولة. وتأكد أن الذي يخون بلاده يخونك. قديما على أيام أجدادنا كان الذكر الرجولة. قارئي الكريم وأنت تعلمها جيدا، هي أن تذكر الله دائما في أعمالك وأفعالك، هي أن تحترم الآخرين ولا تستصغر شأنهم ولا تسفه آراءهم، هي أن تقول
الحق وتجهر به ولا تأخذك فيه لومة لائم، هي الشهامة والالتزام بقيم المرأة والابتعاد عن الدنيا خصوصا والتعامل مع الآخرين. الرجولة هي الأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة، هي إنصاف المظلوم من الظالم، هي أن تمد بيد العون للمحتاجين، هي أن تغفر وتعفو عن المقدرة، وأن تمسح بيد حانية دمعة ألم عن وجه بائس، هي أن تنام تقرير العين مرتاح الضمير غير ظالم، هي أن ترعى مصالح وطنك وبيتك وأسرتك، وأن توفر لهم الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة. السيد أسعد الحوتي التبوني: ربما أول رسالة أصلك مني أنا السيد بن دريس لا نور الدين، مغربي الأصل، الجنسية، مقيم خارج المملكة المغربية منذ عقود، وأود من خلال أن تجيبني بكم كبير من الشهامة والرجولة على مجموعة تساؤلات. لكن قبل طرح تساؤلات سوف أرجع معك إلى عهد المرحوم السيد الرئيس سالم ربيع، عام ولد كنتم تنادونه بسالمين 1935 1978، والذي كان رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من 22 يونيو 1969 وحتى تم الانقلاب عليه يوم 22 يونيو 1978 وإعدامه في 26 يونيو 1978 بالموازاة مع حدث في غاية الإثارة، وهو اغتيال الرئيس اليمني الشمالي أحمد حسن الغشمي. السيد أسعد الحوتي التبوني: هل مستعد للاعتذار أمام كل المغاربة داخل المملكة المغربية وخارجها على استقبال بلادك من شخص رئيسها الجنوبي المبعوث مؤسس المرتزق آنذاك، حيث تعتبر بلدك هي أول دولة عربية تعترف بالجمهورية بشكل رسمي بطبيعة الحال بعد صنيعتها الجزائر وليبيا؟ مجرد سؤال. السيد أسعد الحوتي التبوني: بعيدا عن مزايدات أو حسابات تبقى مرهونة بنسبة المتابعة والمشاهدات على المواقع الاجتماعية، هل أنت مستعد لتبني القضية الوطنية للمملكة المغربية وملم بكل تفاصيلها ومؤهل للدفاع عنها مناسبة ومحافل دولية؟ مجرد سؤال. السيد أسعد الحوتي التبوني: هل مستعد للاعتذار أمام كل المغاربة داخل المملكة المغربية مما صدر منك في حق السيد السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وعزاه، وأن تبدي بالتصريح اللفظ والعبرة برفض الطاعة والولاء والانتماء للمملكة المغربية والدفاع عن قضاياها ومصالحها والاستراتيجية داخل المملكة المغربية وخارجها؟ مجرد سؤال. من باب النيل واحترام تقبلوا تحياتي واحتراماتي أيها السيد أسعد الحوتي التبوني. إذن هذه الرسالة أخي أنا قريتها. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك أخي ولد المملكة، أخي كمال، الله يحفظكم. عندي بس مداخلة بسيطة وأعطيكم المايك. كنعتذر منكم راني ما قاريش اللغة العربية بزاف أخوتي، راني الله يحفظك، بالعكس برافو ما شاء الله عليك. عندي مداخلة جدا بسيطة وأعطي لكمال وأعطي للناس. أنا نعطي الكلمة لأخ عمر تو معنا مسكين. نعم يا جماعة، اليوم أنا كسوري مع كل حبي واحترامي وتقديري للمغاربة، ما اللي شو هو اللي جمعني مع المغاربة؟ القضية الواحدة: عدوهم إيران يقتلهم في الصحراء، وعدوتي إيران تقتلني في سوريا. عدوهم الجزائر تقتلهم في الصحراء، وعدوتي الجزائر تقتلني في دمشق. أنت يا يمني من تقول على تمارس التقية وتقول بأنك لست حوثي، أنت الذي يجمعك مع السوري ومع المغربي هو عداءك لإيران. كيف تبحث؟ نسيت بلدك، نسيت إيران التي تقتلك، ونسيت الدمار الذي أحلت به إيران في اليمن، وأتيت لتبحث حول قضية التطبيع في المغرب. إذن بهذه المناسبة السعيدة أقدم لكم لطمية بسيطة للسيد أسعد الحوثي. حوثي يا حوثي كرغولي يا حوثي، حوثي يا حوثي كرغولي يا حوثي. خلي التطبيع ينفعك يا كرغولي، تفضل. المهم عاد السيد قال لي كمال شنو داير لنا؟ لا بالعكس، نتوما شنو دايرين لي؟ فين ما نوض في الصباح نقلب عليكم، منين ما نلقاكمش نفتح الحانوت ديالي باش تجيو. هذه الاولى. حاجه اخرى خوتي، هذا النظام الجزائري بالنسبه للعيالات، هذا النظام الجزائري
دار كل جهد ديالو باش يوسخ سمعة المرأة المغربية، غير يوسخها ماشي الواقع، باش يوسخ سمعة المرأة المغربية، ونجح واحد النسبة نوعا ما نجح فيها، يعني نجح في داك الشيء اللي بغا. لذلك نقول لكم اخوتي، احنا ما بغيناكمش، حنا كاولاد المغرب ما بغيناكمش ديروا تنازلات مع اي شخص كان. تنازلات ما نبغيش مرأة مغربية دير تنازلات، تنازلوا مع بعضياتكم. لذلك كل واحد والاهداف ديالو، هادشي اللي غنقول لكم، كل واحد كاين اللي غيجي من الجانب الانساني ومن جانب الاخوه، وكاين اللي كيجي على حسب تشويه السمعه، ربما يعلم غير الله شنو في نيته. لذلك ما نبغيش التنازلات ديالكم بحيث راه كضرنا، هادشي اللي غنقول لكم. وحاجه اخرى، هذا بالنسبه لهذا اسعد الشرعي فهو جاهل، والحمد لله كنحيي المغاربه، حيت اليوم اللايف ديالو وصلني واحد التسجيل فيه 3300 شخص، يعني هبط من 9000 و 10000 7000 مشاهد. لذلك المنصه ديالو راه غاديه كطيح، وهذا هو الواقع، يعني هذا الشيء اللي بغينا. ومني كيجي العلاج راه كيجي غير بشويه، غنضربوا واحد المده ديال 15 يوم غنلقاو عنده يلاه 150، هذا الشيء اللي غنلقاو. ولا الكارات هذيك الجزائريين غيسمحوا فيه، حتى هذيك الجزائريين بحال سقراط، ملي كنا نمشيو تابعينا حنا مشينا وخلاوه تما بوحدو، عاقب بدا كيسبوه. هادشي اللي غيوقع حتى للشرعي، غيطيح يطيح في التاريخ، يبقى بوحدو وغيخرج وغيدور رويد من هنا. خويا منير الطويل، ندير واحد التصحيح بسيط درتيه على حسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال وللبيت رب يحميه. هذيك كانت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اصحاب الفتره، عمه جده عبد المطلب فجاء ابرهه بغى يهدم الكعبه، قال له انا رب الابل وللكعبه رب يحميه. وقرآن الله سبحانه وتعالى قالها لمحمد، قالوا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. الرسول صلى الله عليه وسلم دافع على الدين الإسلامي، وما عمره قرر أنه يتخلى عن الدين الإسلامي. هذوك الناس مساكن كيتسموا أصحاب الفترة غيدوزوا واحد الاختبار غدا امام الله. لذلك هذه ديرها باش ما يطلعش شي كرغولي ويقول لك حقا ما قالهاش الرسول، خذها من عند خوك مغربي بعدا، قالها جدو عبد المطلب. وتحياتي لك خويا منير، تحياتي لك خوتي المغاربه. نعم تفضل السي عمر باش نعطيو الكلمه الراي المغربي والاخ السلام عليكم. تفضل اخويا. السلام عليكم عزيز ولد المملكه، تحياتي حبيبي منير، بارك الله فيك حبيبي كمال منور، والاخ الراي المغربي وامين وحيد. عزيزي بس انا بدي عندي نقطتين كمان اتكلم فيهم واهبط بحالي، واتمنى بس تعطيني اتساع لو سمحت. اول حاجه عزيزي الكريم، بالنسبه لاسعد الشرعي اللي فاتح لايف على التطبيع مع اسرائيل، يعني انت تعلم وكل الدنيا تعلم ان الكره الارضيه كلها مطبع مع اسرائيل، يعني لا يوجد نظام مطبع مع اسرائيل الا الشريف منها الذي طبع علنا وقال للفلسطيني انا لم اتاجر بدمك وانا اطبع وصافي. يعني بقيه الانظمه الجمهوريه كلها مطبعه من تحت الطاوله وتشارك في قتل الشعب الفلسطيني. ثاني حاجه عند الاخ منير قال لك أربعة ندير عمليه جمع او عمليه مين اكبر، 4 ولا 1؟ هو نسى دوله واحده وهي 5 دول. هل تعلموا جميعا يا اخوان، ركزوا في كلامي، انه ايران تجتاح دوله عربيه وطمست دولة عربية من عام 1920 وهي الأحواز العربية. الأحواز العربية تعادل مساحتها 20 مرة ضعف فلسطين، وفيها 35 مليون مسلم سني، قتلت منهم 4 مليون وشردت ما يقارب 12 مليون مسلم سني. ودولة الأحواز جميعكم تعرفوها على ما أعتقد. ومن عام 1980 إلى اليومنا هذا قتلت إيران ما يقارب 3.5 مليون سني عراقي، والآن 7 مليون ولا 8 إلى 9 مليون عراقي سني خارج البلاد. أصبح الشيعة الآن عددهم 22 مليون في العراق اليوم، هذه آخر إحصائيات، بينما كانوا أقليات بعهد صدام حسين. أما اليوم شاركت بقتل هي وشريكها الروسي والميليشيات الشيعية ما يقارب 2 مليون سوري، وهجرت 15 مليون سوري. ونعود إلى لبنان، عندما كان باريس الشرق ويقولوا له سويسرا الشرق عفوا، اليوم قتلت يعني من الحرب الأهلية إلى اليوم قتلت ما يقارب 670 ألف لبناني. نعود إلى اليمن،
اليمن قتل ما يقارب 1,100,000 يمني. الحوثيين أحرقوا جثث اليمنية وهم كلهم مدعومين من إيران. أي إيران شاركت بقتل ما يقارب 11 مليون مسلم سني عربي، بينما إسرائيل قتلت ما يقارب 290,000 فلسطيني. بشار الأسد وحافظ الأسد قتلوا 300,000 فلسطيني في الأردن ولبنان، وأكبر مجزرة لهم هي مجزرة تل الزعتر موجودة على اليوتيوب. الجيش السوري أخرج الأطفال من بطون أمهاتهم الفلسطينيين، وهو هذا شريك نظام الجزائر المدعي العروبة والمتاجر بالقضية. أنا أختم كلامي فقط عزيزي الكريم، أنا شوف، أنا ابن مخابرات، أنا دارس بالمخابرات، أنا كنت في الكلية الحربية ولم أكملها ولم أتخرج ضابط، كان لي 3 شهور وأتخرج ضابط، تركتها وشاركت في ثورة شعبي. عزيزي الكريم، هذا أسعد الشرعي. أسعد الشرعي لا يدافع عن الحق، أسعد الشرعي يبحث عن المال فقط، همه المال، لا همه لا مغرب، لا همه لا أي قضية. لو كانت تهمه القضايا لكان اهتم في بلده الممزق إلى 100 قطعة عزيزي الكريم. ولماذا لم يتكلم على البخيتي المتحدث باسم الحوثي، قائد ميليشيا الحوثي الذي أرسل 37 ألف يهودي مغربي من عام 2011 إلى اليوم، إلى عام 2023 أرسل 37 ألف يهودي إلى فلسطين؟ لماذا لم يتكلم عنه؟ أليس هذا بتطبيع؟ لماذا لم يتكلم عن رسم الحدود اللبنانية مع حزب الله وترسيم خطوط الغاز؟ أليس هذا بتطبيع؟ لكن هم عزيزي يستهدفون المملكة المغربية. أنا شوف، أنا كسوري ولا الأخ منير كسوري، نحن لا ندافع عن المغرب، نحن نرد الجميل للمغرب. المغاربة واقفون معنا منذ 11 سنة، وقبلها بحروبها وقفوا معنا. المغاربة أصحاب فضل علينا. شوف بعض التعليقات يقولوا أنتم السوريين مسترزقين أو هذا شيء. لا عزيزي، نحن ليس بحاجة لا للمال ولا للاسترزاق، ونحن ندافع عن قضيتنا السورية بالأولى. لكن نعم نحب أي رجاء إخواني، يكون شي تعليق، لا هو ولا مول التعليق راهم كلهم ذباب كرغولي، لحقاش انا اعدائي الكراغله كيدخلوا باسماء صيفطهم الى مزبله التاريخ على الكومونتير. لان السوريين شوف انا نقول لك حاجه، راه كنتعجب انا كتلقى 500 الناس كيشكروك وجوج غادي يسبوك، غتمشي مع ديك الجوج ما تديهاش فيهم. انا راه كتبوا لي تما شي وحدين جزائريين عارفهم كيقولوا كمال نسوي كمال، تفضل. نعم بزاف يعني ما تديهاش في هذاك الشيء. شوفوا الناس اللي كيشكروكم وكيدعيو معكم. تمام عزيزي، كلمة دقيقتين وأختم أنا صافي. نحن عزيزي الكريم قضيتنا السورية، ونحن خط الجبهة للأمة الإسلامية الآن. نحن من نقف ضد المد الشيعي. سوريا الأموية هي من تقف ضدها، ولذلك تجد المغرب أكبر الداعمين للثورة السورية في المحافل العربية والقمم العربية ومجالس الأمن في جميعها. كان المغرب مناصر لنا وأدخل لاجئينا، وأول ملك عربي زار مخيماتنا هو جلالة الملك محمد السادس. نعم، إذا كنتم تريدون محاسبتنا على حب المغرب والمغاربة وجلالة محمد السادس فهذا نحن مجرمون عزيزي، تعالوا حاسبونا على هذا الكلام. أما بالنسبة لأسعد الشرعي، هو كان مرتزق وكان مرتزق منذ زمن وإلى الآن، حتى وقف ضد أولاد بلده. يعني الآن هو وجد يعني سلت ثماره، تعبأت أو طفحت من الدعم المغربي وحضور الأخوان المغاربة. كان بثه قديما لا يتجاوز 120 شخص، وأنا كنت أحضره لأنه كان ضيف مداوم عند فيصل القاسم، الدكتور فيصل القاسم. أما هو الآن استثمر بالقضية المغربية وأصبح لايفه إلى 4000 و5000. أختم كلامي بكلمة فقط، أتمنى من الأخوان المغاربة أن أنا كسوري، وقلت لكم والله أنا ابن مخابرات ودارس وأعرف الناس، أتمنى منكم أنكم تظلوا وراء الأخ كمال أمير. والله العظيم ليس أنا أعرفه منذ أشهر، ورجل كلمته كلمة سيف وكلمة حق على رقاب الظلام، والله العظيم. وهو مثل أعلى لي صراحة، وأنا أحبه وأحترمه جدا. وعنكم كمان أخ الرأي المغربي كمان منصف وكلامه ولا يتكلم إلا بالحق، وأخونا ولد المملكة المغربية. أتمنى منكم هذه الناس، يعني أنا أرى فيهم وجه المغرب، هم ممثلون المغرب. أقسم بالله يا جماعة ليس مجاملة ولا أي، هذه كلمة حق. عمر باش تعرف باللي راك سنتي عزيز، شوف اش درتي الدوموند فاش كتبتها العزيز الادم، كتبتها له في الواتساب، كنت تطلع ادم السوري باش عرفها في الواتساب قلت له طلع ادم السوري، طلع عمر السوري باش عرف راسك عزيز. تفضل ختمتي الكلمة. شكرا. إذا نعطيو الكلمة. شكرا. نعطيو الكلمة الأخ ديالنا الرأي المغربي، أخ العزيز، وكتشرفنا. سلام الله. ولي الشرف أنك تكون معنا في هذه المنصة.
تفضل أخي العزيز. شرف لي أستاذي الكريم، وحي مواقفك وإصرارك ودعمك. أولا السلام عليكم وأسعد الله مساكم الإخوة المتابعين. كل الحب وكل الاحترام وكل التقدير للإخوة المغاربة وللأخوة السوريين، وعلى رأسهم الأخ منير الطويل وعمر، وكل الاحترام للمناضل الكبير السي كمال والأخ ولد المملكة، وأيضا كل الحب والاحترام للأخ منير وحيد من تونس الشقيقة، وكل أصدقائنا وأحبابنا اللي يتبادلوا معنا وجهات النظر، وأيضا نستمع إليهم ويستمعوا إلينا في جو هادئ. أولا الإخوة الكرام، أحب أن أوضح نقطة، أن هذا حسابي الثالث بعد أن تم ضرب حسابين، لأنه في إشكالية كبيرة الآن. توصلت بعديد الرسائل من الإخوة الكرام أنهم بدأوا يفتحون حسابات باسمي، فالمرجو من الإخوان تأكدوا من التعليقات اللي راح تكون في لايفات الإخوة المغاربة، لأنهم الآن حابين يخلقوا لي صراعات مع الإخوان. وأيضا حبيت نوضح نقطة الإخوة المغاربة، أنا راه ما عندي حتى شي مشكل مع شي واحد، راه ماني حاقد على حتى شي واحد، وما عندي حتى شي صراع مع أي كان، ولست مع أي طرف. أنا إنسان مغربي، كاع المغاربة خوتي رغم اختلافي السياسي معهم واختلاف الآراء معهم. اللي يقول الله الوطن الملك خويا وعزيز عليا، اللي ما يقولش هذه الكلمة ما كنعرفو، ما كيعرفني وما طلبتني به حتى صلة. باش نعود واضح معكم الإخوان، ولا سمعتوا مني شي كلام أو الإخوة سمعوا مني شي كلام راه تفهم عن طريق الخطأ، أنا ما كنتش نقصدهم، حبيت نوضح هذه النقطة فقط. آرائي معروفة، الإخوة راهو يعرفون. بخصوص الإخوة الكرام، هذا الإشكال والله العظيم الكريم، راه كاين واحد النقطة اللي صعب جدا أنه نوصلوا لها، وأصبحت من الخطورة بمكان. راه أصبح المغاربة يضربون في بعضهم البعض بسبب واحد اسمه أسعد الشرعي، أجنبي ليس بمغربي، بعيد عنا كل البعد، أجنبي. أصبحنا نضرب في بعضنا البعض بسبب واحد أجنبي، أصبحنا نهاجم بعضنا البعض، بل وصل بنا الأمر إلى قذف حتى في السياسيين والضرب في القرارات السياسية ديال البلاد من أجل واحد أجنبي. انتبهوا الإخوة الكرام، الله يطول لي عمركم، انتبهوا، هذا أمر صعب جدا. أنا حبيت نتكلم بالدارجة باش يعود كلامي واضح. الله يجازيكم بخير. الإخوة الكرام، مسألة التطبيع قرار سياسي، لست محتاجا أنك تبرو أو تدافع عليه أو ما تبروش أو تتكلم عليه أو ما تتكلمش عليه. قرار سياسي، بغاش أسعد الشرعي يناقش التطبيع يمشي يناقشه مع الدولة المغربية، ما تجيش تهضر معايا فيه أنا. وزيد عليها إلا كان غيناقش التطبيع ديال المغرب، نفس الوقت خاصو يناقش التطبيع ديال الدول العربية الأخرى. واش المغرب بوحدها اللي كاينة؟ الله يطول لي عمركم. قرار سياسي، مش مطلوب أننا نجيو نناقشوه ونبروه ونوضحوا ليه. شكون هذا السيد باش نوضحوا له؟ فالله يطول لي عمركم الإخوة الكرام، الله يجازيكم. انتبهوا جيدا، أصبحنا نضرب في بعضنا البعض، وهذا هو ما يهمني أنا في هذه المداخلة. راه الإخوة الكرام راه كنبقاو مغاربة، حاولوا أنه حتى الانتقاد يكون انتقاد بناء، ما تغلطوش في خوتكم، راه هادشي اللي بغاو يوصلوا. منصة أسعد الشرعي راهو الجزائريين باغين يخلقوا فيها إشكال، يا إما تكون معاهم يا إما تسد، لأن هذه المنصة توجعهم، ولكن الآن يوجهونها نحونا، وهذا الشخص يعمل بهذه الطريقة. فيما يدور يجي يفتح لي أنا موضوع التطبيعية، أخي سير استقبل الوزراء ولا تستقبل السياسيين وناقش معاهم التطبيع، جاك تدخل تناقش مع العامة. والإخوة المغاربة راه وليتوا، مع احترامي الكامل لكم، ولينا اننا كنطلعوا لهذا اللايف هذا، او ما انا شخصيا راه كنطلب القسط اللايف الثالث الان، ما كيبغيش يطلعني. ولينا كنمشيو باش نوليو ننتقدوا بعضنا البعض، ونوليو الى السقينا تهم. فيما يدور يقول لكم انتم اصبحتم تدافعون عن اسرائيل. شكون هذا اللي كيدافع على اسرائيل؟ اصبحتم تلمعون اليهود. شكون هذا اللي كيلمع اليهود؟ كأنه يعني استفسر كافة المغاربة عن هذا الموضوع، يلصق لنا اتهامات باطلة يتحرك بها شعب الطوابير الشقيق، وأصبح شعب الطوابير الشقيق في التعاليق يرقص فرحا كأنه حقق إنجاز، مع العلم أن هذا الموضوع متجاوز، بل قال أننا أصبحنا نحتمي بإسرائيل. يا المغرب نهار تكلمت وقلت عنه حقركم. يوم تكلم الجزائريون وقال حقرونا المراركة، حقرونا، لم يكن هناك شيء اسمه إسرائيل. المغاربة نهار طحنوكم فمقالة، لم يكن هناك شيء اسمه إسرائيل.
المغاربه نهار استرجعوا اراضيهم بقوتهم وبسلاحهم وبدراعهم لم يكن هناك شيء اسمه اسرائيل. تجي انت تقول لي اصبحتم تحتمون باسرائيل، مع العلم أن الذي سبق إلى التحالفات هو النظام العسكري الجزائري حينما استقدم الشيعة الروافض واستقدم حزب الله وأتى بالدويلات الأخرى ليدافعوا عنه وليدربوا ميليشياته. هؤلاء هم الذي يجب أن يتكلم عليهم. أما المملكة المغربية علاقتها السياسي تندرج ضمن اتفاق ثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في المنطقة، تماشيا مع استراتيجية المملكة في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع حلف الناتو. هذا الموضوع منتهي. علاقتنا وتحالفات استراتيجية من حقنا. واش انت جاي تمنعني أنا؟ شكون انت بالسلامة كاع؟ شكون؟ اش تعود كاع في الكون؟ الإخوة المغاربة انتبهوا لهذه النقطة، الله يجازيكم بخير. مش محتاجين اننا نبرروا لشي حد ان الصحراء مغربيه او اننا طبعنا او ما طبعنا، لسنا محتاجين. روحنا اسياد قرارنا. يا اخوه الكرام الله يطول لي عمركم، البينه على من ادعى. اللي قال لك الصحراء مش مغربيه قول له سير جيب الدليل وديه المحكمه الاوروبيه ولا ديه المحكمه العدل ولا ديه الامم المتحده ونهار يحكموا لك تعال عندنا. انتهينا. نهار هذا الشخص هذا يفتح مواضيع ويكون انسان واقعي ويتكلم على التطبيع القطري ويتكلم على تطبيع الدول الاخرى، بالرغم ان هذا الامر لا يعنينا وهي علاقات سياسيه تهمهم، عليهم نفس الموضوع نهار نجوا نناقشوا معاه. وانا هذا الموضوع راه لا يحرج الاخوان. بعض الاخوان يظنون ان هذا الموضوع محرج، ليس محرجا. الملك بنفسه عبر عن هذا القرار وأوضحه للعالم، تقبله من تقبله وكرهه من كره، واللي ما عجبه حال ينطح راسه مع الحيط. موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت، وهي مثلها مثل القضية الوطنية، هذا بحسب بلاغ الديوان الملكي. إذا لماذا الإخوة المغاربة نحرج من هذا الموضوع؟ احنا نعرف أن المملكة المغربية ولله الحمد تمتلك إدارات على رأسها أو مؤسسات عفوا على رأسها بيت مال القدس، وأيضا لديها سفارة في فلسطين، والسلطة الفلسطينية لم تدين المملكة المغربية في علاقتها الاستراتيجية ولم تتدخل السلطة الفلسطينية في هذا القرار. فبالتالي كيف نسمح لشخص أجنبي أنه يجي يتم يناقش معنا في هذا الموضوع؟ راهو هذه النقطة الإخوة الكرام راه لا تحرج. لماذا البعض يظن نفسه أنه يحرج؟ اللي سولك على التطبيع وأقول له ما دخلك؟ وما دخلك علاقتي السياسية؟ انت اش دخلك فيها؟ انت عاد كاع جاي تحكم عليا، انت عاد قاضي كاع جاي تحكم عليا انا مطبع ماني مطبع. واش دخلك نعود مطبع ولا ما نعود مطبع؟ نطح راسك مع الحيط القريب. راني الاخوان انا تعمدت نتكلم بهذه اللغه وتعرفوا عني يعني ما نتكلم بهذه اللغه يا غير باش نعوضوا واضحين فيها. ماش محتاجين نبروا لاي كان. وحتى الاخوه المغاربه اللي طلعوا في المنصات الله يطول لي عمركم الاخوان، راهو هذه الطريقه باش ولينا كنمشيو بهذا الخطاب، انه حتى اللي في التعاليق ولا كيضرب في خوه المغربي اللي يتكلم في المنصه. يا ونحترموا بعضنا البعض يا الاخوه الكرام، نحترموا. راه حنا مغاربه، واش حنا غادي غنخلقوا علاقات الصراعات بيناتنا من اجل واحد الشخص اجنبي؟ نحترموا بعضنا، راه كنبقاو مغاربه. باش ما نديرش الاطاله الاخوه الكرام، راهو الرساله واضحه الله يطول لي عمركم. وهذا راهو زمن التحالفات. الناس اللي تضرب في الاخوه السوريين والاخوه الفلسطينيين اللي واقفين معانا مش لانهم يدافعوا علينا، هاد الناس حبا فينا، واللي حبنا راه نحبوه، واللي وقف معنا نوقفوا معاه، واللي ضدنا نعادوه. انتهينا. اللي ضدنا نعادوه، ما تموا تجاملوا حد، لن نجامل احدا. اللي يقول لك الصحراء مش مغربيه ما تعترفش بجد الكلب، مع احترامي لكم واسحب هذه الكلمه، لكن باش تكونوا واضحين هذا زمن النفاق انتهى، وزمن اننا نبداو نحاولوا نوضحوا للناس ما نوضحش. خويا لا توقف معايا نوقف معاك، ما توقفش معايا لن اقف معك. هذا هو المطلوب وهذا اللي خصو يكون. وشعب الكراغل او شعب الطوابير لا أخوة مع من لا يقول أن الصحراء مغربية وأن نظامه يعتدي على المملكة المغربية ويوجهها سهامه وأسلحته ضد المغاربة. لا أخوة مع من لا يقف معنا. انتهينا. اللي بغى يكون يكون، يعود فلسطيني يعود ما نعرف شنو،
اللي معانا معانا واللي ضدنا ضدنا، انتهينا. اللي هاجمنا نهاجموه، اللي هاجمنا اللي فتح علينا فمه نفتحوا عليه ابواب جهنم. بهذا هو اللي خص يكون. المغاربه راهو عندكم واحد القوه في المنصات التواصل، هي عندكم الجماهيريه وعندكم كونطات كبيره. اللايف اللي بغينا نطلعوه، اللي بغينا ننزلوه. نمتلك هذه القوه. نهار تعود عندهم يجونا يقولوها لنا، فاستغلوها، ما تخلوش الناس يستغلونا. وتحيه طيبه الاخوان. نعم، هادشي اللي بغيت نقول انا يا خي. بالنسبه لهذا اسعد الشرعي من اول الزمان انا راه كنت قلتها للمغاربه، قلت لهم وجدوا راسكم من النهار اللي غيتقلب عليكم. علاش؟ من حيث هذا اسعد الشرعي كيمشي للخلافات الشعبيه ديال الشعوب. فاش كانت السعوديه وقع ديك الخلاف بينها وبين قطر على ديك المساله ديال ديك القطري اللي كانت وحلت به الطوموبيل، ركب على ذاك الموجه، كانت حرب ثلاثونيه بين القطريين وبين السواعده. دخل بدا كيأيد السواعده في الاول، وفي التالي تقلب ولا كيأيد القطريين، فاذا به بدا كيقلب كيلقى هذه القضيه ديال المغاربه. عاوتاني دخل هذه المساله ديال المغاربه والجزائريين. النهار الاول انا ما كنتش كنمشي عنده، واول واحد اللي غادي يطلع ويقول له كنتحداك هو انا. كتب عليا في اليوتيوب، دار لايف مغربي بعقليه تبونيه، قال لك يبرر التطبيع، طيحني وتعصب وطيح اللايف. وقلت للمغاربه اسمعوا، المهم هو تراجع بزعما على الخطا ديالو. قلت لهم ردوا البال ووجدوا النهار اللي غيتقلب عليكم. راه دابا شي اسعد الشرعي هذه مجرد خطوه كيديرها لاستفزاز المغاربه باش نوضوا نسبوه، باش يلقى واحد الدارعه باش يمشي لعند الجزائريين. وانا كنقولها لكم وعقلوا عليها، الا مشينا سبيناه غيتقلب ويمشي عند الجزائريين وغيمشي يدور الوهران وغيبقى يتكلم لك بالمساوئ ديال الدوله ديالك. هادوك اللي مشاو معاه وقالوا باللي اسعد الشرعي راه مشى للبلايص المزيانين، راه معاه واحد الناس كيمشيو للبلايص العيانين وراهم كيصوروا كيديو معلومات من هنا باش غيولي يضربك بهم. لذلك وجدوا راسكم اليوم الاسود. وخير دليل الاجابه عن السفيه هي السكوت. وكيف قال الراي المغربي عندنا منصات. علاش انا ما بقيتش نمشي عنده؟ انا لا مشاو معايا غا 600 الناس ايوا راه بارك، يمشي معايا ناس 600، يمشي مع الراي المغربي 400 ولا 600، ويمشي مع الاخر عاوتاني. يعني هذوك هما اللي كيكملوا له. انا ما مشيتش اليوم، ما مشاوش مجموعه الناس، الله يفيه 3000. يعني المقاطعه معنا ولا ضدنا ما كتهمناش اصلا، حيت هو شنو باغي يدير؟ هو باغي يفرق الشعب على الملك. كيقول لك الشعب خصكم ديروا مناهضه التطبيع، وكيأكدها كيقول لك الشعب المغربي غير راضي بالتطبيع. وشكون قالها لك؟ حنا مع هذا، حنا ضد التطبيع اللي في عقلك، ولكني مع استئناف العلاقات المغربيه الاسرائيليه. من التطبيع انت في نظرك الخيانه اللي كتعرفوها، حنا ما مطبعينش التطبيع اللي هما عندهم، حنا ما مطبعينش. حنا عندنا استئناف العلاقات كيف ما كانت من قبل، حنا دايرين استئناف العلاقات. التطبيع اللي كتهضر عليه الجزائر والله ما مطبعينه. التطبيع اللي كتهضر عليه الدول كيقول لك الخيانه والله ما مطبعين حنا داك التطبيع. ولكن استئناف العلاقات اللي كانت من قبل حنا دايرينها، سديناها ولينا فتحناها. من اجل ماذا؟ من اجل الاستقرار في المنطقه، من عدم الزحف الاسرائيلي على فلسطين، باش نحميو القدس. لان لما فلسطين اصلا كانت كتطلب الحوار، في 67 ما كانتش كتطلب فلسطين الحوار، في 70 ما كتطلبش الحوار، 80 ما كتطلبش الحوار، 90 ما كتطلبش الحوار. امتثلت اسرائيل؟ لا. دابا امتثلت الحوار. شنو هو معناتها؟ ايجاد حل بين الدولتين. والملك كيقول، المغرب كيقول تأسيس الدولتين. إسرائيل براسها خصها تكون دولة وعاصمتها القدس، وإسرائيل دولة وعاصمتها تل أبيب. هي راه دولة، هي راه ما بغياش غير إسرائيل تكون دولة. لذلك غاديين بوضع قانوني واستئناف العلاقات. هذاك أمر طبيعي كيف ما دايرينو مجموعة ديال الدول. غير هو حاجة الفرق بيننا وبينهم، حنا كنشريو. راه حتى في علاقات الدينية الإسلامية الرسول ملي كان كيدير علاقات مع اليهود هو يمشي يشري من عندهم الحديد باش كيصنعوا السيوفه باش كيتقاتلوا معاهم، ولكن ما يبيعلهمش الحديد باش يصنعوا السيوفه يقتلوا المسلمين. دابا هنا فلسطين، الجزائر، هذه الجزائر وهي كتبيع لهم غاز البوتان باش كيصنعوا السلاح وكيقتلوا الفلسطينيين. هذه هي الخيانه. ما تعطيهش، هذه تجاره محرمه شرعا. العلماء كلهم ما تعطيش اليهودي باش يصنع السلاح باش يقتلك، ولكن نشري منه السلاح باش الا بغى يواجهك هاجموا به. شري الحديد، صنع السلاح، هاجموا به. دابا هما كيقول لك غادي يعطيو المغرب التكنولوجيا النوويه وعندنا مصنع الرقاقات، وكيقول لك ربما المغرب مع الوقت غادي يولي دوله مصنعه للنووي. ايوا ولا دوله مصنعه وتقوينا، شكون اللي غيولي يهضر معانا؟ غيولي عندنا حق نقد الفيتو حتى حنا.
ما تقيش فلسطين ولا راني غادي نخرق الاتفاقيه ديال الحرب التقليديه وندخلوا في حرب عالميه بحالنا نوليو دول عظمى. خليونا نتقواو. دابا الجزائر هادشي اللي كتخاف منه، خايفه المغرب يتقوى ويسيطر في المنطقه. جنوب افريقيا خايفه المغرب يتقوى ويسيطر في المنطقه. السعوديه خايفه المغرب يتقوى ويولي يسيطر في المنطقه، لان هاد الامتيازات اللي عند المغرب وكيعرضوا عليه الدول ما عند حتى شي دوله. الاسلحه اللي عند المغرب ما كاينه عند حتى شي دوله. المنصات والصواريخ وراجمات الصواريخ والمنظومه الدفاعيه ما كيمسلكها الا المغرب وامريكا، وطلبوا بها دول وما بغاوش. الجزائر هاد التكنولوجيا ديال النووي سنه 56 اتفاقيه عسكريه مع ايران، وطلبت منها هاد التكنولوجيا النووي الطاقه السلميه، قالت لها ما نعطيها لكش، ما بغاتش تعطيها لها. ولكن روسيا واسرائيل كتعطيها لها، كتقول لها هاكي عندنا مصنع الرقاقات هنايا. في كاين شي دوله عندها عربيه عندها مصنع الرقاقات؟ حتى روسيا وما فيهاش. روسيا عندها دابا عندها نقص في الذخيره من حيث الرقاقات ما عندهاش، الطائرات المسيره ما عندهاش، كتجيب ديال ايران. علاش؟ مصنع الرقاقات ما كايناش، الحدود مغلوقه. المغرب كيتقوى وما هادشي اللي خايفين منه. حنا مع هذا استئناف العلاقات المغربيه الاسرائيليه، حيت حتى واحد ما كيوقف معنا خوتي. راه كلشي الا كنتي دوله ضعيفه ياكلوك الدياب، كنتي دوله قويه كلشي كيحترمك. شو امريكا ملي كتهضر كلشي كيقول لها نعم سيدي. شو روسيا فاش كتهضر كلشي نعم سيدي. ايران نعم سيدي. اسرائيل نعم سيدي. ولكن فاش يهضر المغرب لا حنايا ضد. ايوا خلينا نتقوى، وديك الساعات الا قلتي ضد غنربيك مزيان وغتولي معايا صحه عليك بلا ما اللي قازيلك. هذا هو اللي غنقول لكم. حنا حتى هذاك القضيه يجي يقول لك انت مطبع، قول له لا. ايوا وداك الشيء اللي درسو هو سير قرا الوثيقه واش فيها التطبيع ولا استئناف العلاقات بعد ازمه سياسيه. حنا مع استئناف العلاقات. ونعطيو الكلمه للاخ واحد اخر. هو الاخ محمد تونسي، معليش نتمنى لك انا ولي يطلب القيس باش ياخذ. محمد تونسي كيقربلها هذاك كيقربلها هذاك. محمد تونسي خلاص واحد الخياط لو كان يجي. ديك الخياط فتحت واحد اللايف وشنو قال لي؟ قال لي انا كنخيط الدرابيك الجزائريه. لا غد ليه واحد الفيديو ديال الجزائريين كياكلوا السقل مع عند التوانسه. قال لي خيطناهم، قال لي هذوك خيطناهم سبوا المراه التونسيه وحنا خيطناهم. عرفتي شنو داروا له بالسبان؟ قتلوه بالسبان. طلعوا نعطيو الكلمه الاخ منير باش نختموا ان شاء الله. الله يبارك فيكم. والله أنا كلمتي جدا قصيرة. أنا بقول إنه الأنظمة العربية كلها مطبعة مع إسرائيل وكلها خدم لإسرائيل، لكن اللي طبع في العلن فهو تطبيعه سياسي موازي لإسرائيل. فكل الشكر لسيد محمد السادس ملك المغرب. وأنا كسوري أتمنى بأن يكون لدي ملك كالسيد محمد السادس ويطبع علنا، ولا يقتلني باسم المقاومة والممانعة كما قتلني بشار الأسد، ولا يقتلني باسم المقاومة والممانعة ويجوعني كما طبون يجوع شعبه باسم المقاومة والممانعة. أغنية خاوة خاوة لا تطعمهم ولا تملأ بطونهم ولا تعطيهم الدفء الذين يبحثون عنه، إنما لا تعطيهم إلا الذل والعار، وتعطيهم شوارع فرنسا يلهثوا بها ليصبحوا لاجئين في هذه البلاد. فتحية للسيد محمد السادس ملك المغرب. عاش الملك، عاش المغرب، عاش الشعب المغربي الذي يتكلم في حرية من داخل بلاده ويقول بأنه مع أو ضد بكامل الحرية، إنما عبيد طبون الذين لا يعرفون سوى عبادة هذا الوثن، هذا الصنم المقيت الذي قالها بالحرف. والأخ الرأي المغربي لديه الفيديو قالها بأنه كما يأمرونه الإسرائيليين هو يفعل، هم يأمرون وهو يفعل. يعني هذا الشعب الأحمق. أما بخصوص السيد أسعد الحوثي
عليه بأن يهتم بشؤون بلاده. اليوم ما يجمعني مع المغربي ويجمعني مع اليمني والعراقي يجمعنا هو القاتل المجرم الإيراني. لذلك علينا أن نجتمع جميعنا حول هدفنا واحد، قضيتنا واحدة، القاتل واحد هو إيران وأذناب إيران، سواء كانوا حوثيين أو كانوا كراغلة أو كانوا مثل بشار الأسد. هؤلاء أذناب إيران تجمعوا على قتلنا نحن الشعب البسيط. لذلك السيد الحوثي أسعد يعمل على الإطاحة وخلق الفتنة كما تكلم الأخ الرأي المغربي ما بين المغاربة نفسهم. أحد المغاربة يخرج ويبرر التطبيع، والآخر يقول ضد التطبيع، والثالث يقول أنا مع التطبيع. وعندما ينتهي من هؤلاء يذهب ويطعن في المغاربة المتواجدون، المغاربة اليهود المتواجدون خارج البلاد، حتى يجعل من المغاربة نفسهم أن يشتمون المغاربة اليهود المتواجدون خارج البلاد. لا يا حبيبي، أنا من مدينة حلب الأموية، كان عندنا يهود في حلب وعمل حافظ المقبور على تهجيرهم إلى دولة إسرائيل حتى يبحثوا عن الأمان. هؤلاء أولاد بلدي، أنا ما بشتمهم. حتى المغاربة اليهود أولاد بلدنا، أولاد قضيتنا. اليوم المغربي اليهودي المتواجد خارج البلاد عندما تسأله عن صحراء المغرب يقول لك صحراء مغربية وهذه من حق المغاربة ومن حق المغرب. إنما عندما تسأل جزائري يتغنى لي بطاوة طاوة، تسأله يقول لك علينا أن نقتل أهل الصحراء، علينا أن نجلب لهم إيران، علينا أن نجلب لهم روسيا لتقتلهم، لتشردهم، لتجعلهم في مخيمات. هذا الفرق يا أخي، هذا الفرق يا أخي. لذلك حذاء المغرب اليهودي خارج البلاد يطهر دولة الكراغلة المجرمة التي أتت بالإيراني وأتت بالروسي لقتل المغاربة في صحرائهم. نعم، حياكم الله. نغني لكم بعد شوي. نعم. نعطيو الكلمة للأخ عمر، يعني مختصرة، وندوزو الرأي المغربي باش يعني نختموا اللايف. حياتي عزيزي، شكرا، بارك الله فيك أخي ولد المملكة. مثل ما قلت لكم أخي العزيز، ونوه عليها الأخ كمال، أشكر ذكاء الأخ كمال على هذه النقطة. هو الآن أسعد الشرعي بهذا اللايف، وأنا متوقع يعني بنسبة 90% هو عرض نفسه للبيع الآن أخي الكريم. من يدفع أكثر سيكون بصفه، والأيام قادمة وراح تشوفوا كلامي، راح يكون بعد عودته إلى بريطانيا وبعدها فترة قصيرة راح يسافر للجزائر ويطعن في المغاربة. هو بهذا اللايف عرض نفسه للبيع. بعد رحلتين إلى المغرب أمس مسك بعض الوثائق عن المغاربة، مثل تصوير مثلا أحياء ضعيفة البناء أو أشياء مثل هذه، ويقول لك أنا كنت في المغرب، وراح يرجع يطعن. مثل ما كان عندنا المخنث ابن المخنث سقراط الشبيح اللي تابع لبشار الأسد عندما كان يشتم بالمغاربة، أما الآن رجع قلب على الجزائريين وأصبح يشتم الجزائريين. فهذه الشرذمة عزيزي الكريم يعني لا تسعى للحق ولا تسعى لأي شيء، هدفها الوحيد هو المال فقط. فالأسعد الشرعي اليوم يعني عرض نفسه للبيع وراح يدعموه الكراغلة. يعني شفتهم، دخلت على بث لقيتهم سعداء جدا وكانوا من أكبر المؤيدين. ورسالة واضحة عزيزي الكريم عندما طلع المدعوة الحقيرة العاهرة اللي اسمها تاج الفلسطينية أكثر من مرة وتشتم الملك المغربي في بثه. يعني هذا حسن الضيافة عندهم. المغاربة لم يقصروا معه بشيء، أنا رأيت جميع فيديوهاته في المغرب على حسن الضيافة، على حسن الاستقبال، على حسن الابتسامة بالوجه. يعني ما شاف من المغاربة إلا كل خير. كيف يسمح له ضميره أو شرفه، إذا كان يملكه طبعا بالأساس، إذا كان لديه ذرة من الكرامة أو الشرف، أن يخرج السواء قوم العرب وخنازير هذه الأمة أنهم يشتموا عليه؟ وبالمناسبة أخي العزيز، بس أختم كلامي بهذه الكلمة فقط. أخي العزيز، أنا اليوم كسوري لو إسرائيل تحط يدها بيدي لإزاحة بشار ما عندي مانع أني أطبع معاها. يعني إسرائيل هي اليوم القوة العظمى في العالم كله، والمتحكم فيها ومن يحكم فيها ومن شوف، حط هذه حلقة في ذانك اسمعها مني. المتحكم بالأكبر بالسياسة المغربية هم السياسة الإسرائيلية عفوا. المتحكم فيها والذي يجبرهم على اتخاذ قرارات لصالح الفلسطينيين هم المغاربة. انظر الشجار الأخير في البرلمان، في مجلس الكنيسة الإسرائيلي، عندما يهود مغاربة رفضوا الدخول إلى مسجد الأقصى واتضح منهم أنهم يهود مغاربة.
يعني هم يخدمون المغرب، يخدمون الأمة العربية بأيادي إسرائيلية. وشكرا لك أخي الكريم. شكرا. أخي الرأي نجاوب على المغربي. واحد الجزائري قال لك اسعد الشرعي هما ماشي مغاربه باش يستقبلوه. يا ودي الجزائري نتوما ايطو قبطك عطاك الصلخه د العصا في قطر وسطملو على وجهه، وهكاك استضفوا الرئيس عبد المجيد. فاش قالوا له علاش ضربتيه، قال علاش ضربتي لنا اللاعب، قال له ضربتو على مصلحته. يعني ما غيرتي والو. ماكرون شنو قال لكم؟ قال لكم ما عندكمش امميه، ما عندكمش قوميه، نتوما غا عبيد. وهكاك جا الجزائر واستقبلته. وزياده على هذا بسوا له يديه، يعني اليد اللي كتضربكم كتبوسوها نتوما، والفم اللي يشمكم كتشكروه. شي نتوما ودي الجزائريين والله كان الملك يخرج يبدا يشم فيكم اذا طالبوا به يجي للجزائر وتجيو تبايعوه، ولا ما جاش تدخلوا نتوما افواجا وتقدموا البيعه وتبقاو تبوسوا وتحنيو نتوما تشجدوا كاع، كتعرف تشجدوا. بحيث هذه هي طبيعتكم. العثمانيين صبنوكم حنيتوا الراس، الفرنسيين صبنوكم حسيتوا الراس. ايطو انا داك العمل اللي دار ما بغاش دابا تفهم لي. قبطك هرس له فمو واستملوا على راسو وبزق عليه، وبقيتوا تقولوا ايطو في التالي جابوا لكم الرئيس. والمشكل دخلوا العشاء فورا في شيراطون وزوجوا وعطاوه البنات الجزائريات. ومنين قالوا لكم حقا راه قلنا لكم راه ضربوا قلتوا لنا ضربوا على مصلحته، يعني كيربيكم. او ماكرون وخلاص. شحال عدد اللي داروا بهدلوكم وجا. لذلك بلا ما تهضر على الكرامه والشرف، بحيث ما عندكم الشرف. وخير دليل لو كان عندكم شرف كاع ما تعطيكم فرنسا الوسام ديال الشرف، بحيث الوسام الشرف ناقصكم وعطات للرئيس ديالكم هذاك بن بله وسام الشرف. ودايرينو نتوما في الديور اللي ما عندوش الشرف يدير الوسام، تصوير هذا الوسام الشرف اللي عطاكم بن بله باش تكملوا شرفكم. اما احنا الشرف ديالنا حافظوا عليه جدودنا بالسلاح، حافظوا عليه جدودنا بالكرامه بالقتال باش بغاو. لذلك سير ولدي اخر واحد يهضر على الشرف وعلى الكرامه هما نتوما. ها هو ها دي راه هذا راه هبطت لي يد السحس كارثه وحده. دير كلمة الأخ الرأي المغربي. كلمة لا الأخ الرأي المغربي، ونتمنى أنكم تدعموا القناة ديالو هذا الكونت. الله يحفظكم. تفضل أخي العزيز. بعد ندير واحد النداء. راه عندي هنايا في هذا القناه في هذا الكونت هذا عندي فيه واحد القناه اليوتيوب اللي بغى يدخل ليها دخل ليها، اللي بغى يدخل ليها في هذا الكونت هذا. دير هذاك القناة جديدة ياك؟ في هذه القناه الجديده فيها 5000 وخصها تفعل فيها يلاه 1200 ساعه المشاهده، خصني 4000 باش تفعل. نتمنى الإخوان اللي بغى يدخل تما كاين يتفرج واحد الساعه المكانه. بارك الله فيكم. نعم، نتمنى أنكم تدخلوا. على أي السلام عليكم ورحمة الله مجددا، وأسعد الله مساكم الإخوة الكرام. تحية طيبة، ويعني أشكر الأخوة منير وعمر الأخ كمال على مداخلتهم القيمة، وأصابوا يعني الهدف في الصميم. الإخوة الكرام، أنا ما يهمني الأخوان، لأنه حتى أكون معكم واضح، أنا والله العظيم الكريم كلام الشرعي وغيره لا يهز في شعرة ولن يغير من قناعات المغاربة أي شيء. هذه لازم نتفقوا عليها الإخوان. كلام التيك توك يبقى في التيك توك. ما يهمني أنا والإخوة اللي كيناضلوا هو توعية بعضنا البعض، نوعيوا بعضنا بعض بالخطط وما يسعى إليه النظام العسكري الجزائري من خلال أدرعه المنتشرة واللي كنعرفوها كاملين. أما مسألة الشرعي ينقلب علينا أو لا ينقلب، والله العظيم ماني أنا حاس به، وما بغيت حتى واحد أنه يعطيه ذيك الأهمية اللي معطياله. كما قلت، احنا هذيك المنصة في البداية كنا نستغلوها باش نمروا فيها الخطاب المغربي، واللي جا فما يتم الدعس ديالو أو يتم طحنه ويتم تشويهه إذا تطاول على المغرب والمغاربة. وعديد المناظرات اللي مرت تمكنوا الإخوان جزاهم الله خيرا من أنه يتم الدعس على رأس الكرغولي كما يعني معهود على الإخوة المغاربة. اللي بغينا نفهمه أو اللي نوضحوه أنه هذا المنصة
انقلبت أو لم تنقلب راه لا تهمنا ولن تغير فينا شيئا. باش هذه خصنا نآمنوا بها الأخوة الكرام. الذي يغير هو الذي يغير على أرض الواقع. المغاربة متواجدين على أرض الواقع وفي المواقع وفي أي مكان. لكن الأخطر الإخوة الكرام واللي بغيتكم تنتبهوا له الإخوة المغاربة، الله يجازيكم بخير، حضروا عقلكم اللي تكونوا كتنتقدوا بعضكم البعض. استخدموا كلمات تتماشى مع أدب المغاربة. حتى إلا بغيت تنتقدني انتقد أخويا واحترمني باش نبقى أنا نحترمك. أما مسألة أنه نوليو نسبوا في بعضنا ونتهموا بعضنا، ولينا نوصلوا أننا نتهموا بعضنا الإخوان ونلصقوا تهم جزافا، تهم يعني ولات منتشرة، هذا خائن، هذا مسترزق، هذا كذا. يا خوتي راح نخوت. حتى وإن اختلفتم معي سياسيا أو أنني غلط أو واحد من الإخوة غلط، ظنوا بإخوانكم ظنا حسنا ولا تظنوا ظن السوء. يكون قلبكم بيض تجاه خوتكم المغاربة الإخوة الكرام. انتبهوا لهذا القضية، الله يجازيكم بخير. هذه هي الخطيرة راه بدات كتظهر، ولينا نهاجموا بعضنا البعض، ولينا نطلعوا المنصات ديال الأجنبيين ونسبوا بعضنا البعض. وشفتوا الخطورة فين وصلت؟ ولينا نطلعوا المنصة ديال واحد أجنبي ونسبوا في مغربي أمام العالم. راه هذا هو الأمر الخطير. علاش؟ لأننا نختلف معه في توجهه أو في رأيه السياسي أو في مقاله. يا رحنا في بلد حرية التعبير، رحنا في بلد الحريات ولله الحمد. النقطة الأخرى اللي بنشير لها الإخوان، ما حدث أو البيان الذي أصدره حزب العدالة والتنمية. انتبهوا معي إلى المصطلحات. حينما نناقش النقاش السياسي نستخدم المسميات كما يجب. الأمر لا يتعلق لا بالكيران ولا بغيره، الأمر يتعلق بحزب العدالة والتنمية. انتقد وزير الخارجية المغربي في بعض المحافل الإفريقية والأوروبية. نقطة، رجع على السطر. بحكم الدستور الملك هو اللي عنده الحق في السياسات الخارجية. أصدر الديوان الملكي بلاغ أدان فيه التصريحات التي خرجت من بيان حزب العدالة والتنمية، وقال بأن هذا الأمر هو استغلال انتخابي وليس ما يسعى البعض إلى خلقه، إلى أن حزب العدالة والتنمية يعارض العلاقات. حزب العدالة والتنمية انتقد بعض الكلمات التي قالها وزير الخارجية المغربي في الاتحاد الأوروبي وفي القمم الإفريقية فقط. ليس هناك ما يسعى الآخر للترويج لأن حزب العدالة والتنمية يعارض الملك أو يعارض الدولة المغربية وما إلى ذلك. انتبهوا جيدا. وأنا أرى أستغرب الإخوة الكرام أنه كان يناقش بلاغ الديوان الملكي ويناقش بلاغ أو بيان حزب العدالة والتنمية وهو لم يقرأهم، لم يطلع عليهم حتى. كيف تناقش في مسألة أنت أصلا لم تقرأ حتى البيانات، بل طالب من الأخ القرش أنه يقرأ له البلاغ. شفتوا الوقاحة فين وصلت؟ أنه يفتح لايف وحتى ما لم يطلع حتى على البيانات. راه هذه من الامور التي اثارت الضحك، وانا كنت طلبت جيس باش نطلع نسال هذا السؤال: كيف تسمح لنفسك ان تناقش موضوعا انت لم تطلع حتى على بيانات حزب العداله والتنميه والديوان الملكي المغربي؟ راه يريدون الان ان يضربوا المغاربه بالمؤسسه الملكيه، ويريدون ان يخلقوا صراع بين الاحزاب السياسيه اللي عندها الحق تقول ما تشاء عفوا الديوان الملكي يرد تماشيا مع الصلاحيات الدستوريه. احنا نتمشوا بالقانون، راه ماناش دوله، احنا دوله الطوابير، راه ماناش دوله الطوابير الاخوه الكرام، رانا دوله مؤسسات كل واحد يقوم بدوره. وهذا الامر حتى ان العداله والتنميه طالبت من جميع انصارها او مناضليها او مؤسساتها عدم التفاعل مع وسائل الاعلام في هذه النقطه حتى لا يصل الاعداء الى ما يريدون. فنكونوا واضحين، بيان العداله والتنميه انتقد فقط بعض التصريحات لوزير الخارجيه المغربي ولم ينتقد قرار السياسي للدوله المغربيه. انتبهوا حينما تناقشون، وقبل ان تناقشوا في موضوع يجب الاطلاع عليه. فالله يجزيكم بخير. هذه النقطه انا حببت ان نوضحها، وبغيت نقول في اخر الامر انه الاخوه الكرام رحنا كما قلت في البدايه الاول نحن في زمن التحالفات، وهذه التحالفات الاخوه المغاربه اللي وقف معنا نديروا على راسنا وعينين، اللي عادانا ندعسوا عليه، اللي هجمكم هاجموه كما بغات تكون جنسيته، من هاجمكم هاجموه، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، لكن هاجموه بأخلاق المغاربة وثقافة المغاربة وبأسلوب المغاربة. واللايف اللي يتعدى لا بغينا نطلعوه لا بغينا ننزلوه، اللي احترمنا نحترموه، اللي يجي عندنا نستقبلوه بآدابنا وأخلاقنا وتربيتنا.
لكن شريطة احترام توابت المغاربة وعدم التجاوز. نعم. انتهى أخي الرأي المغربي أنا بس جزء بسيط من داخل كلامك. أنا كسوري أتيت من بلد ليس فيها إلا حزب واحد، هو الحزب الحاكم، هو الذي نسبح بحمده ونشكره ليل نهار. كذلك اليمني أتى من بلد ليس فيها إلا حزب واحد يحكمها ويغتصبها لبلاده. لا يحق له أن يتحدث عن بلد كالمملكة المغربية الشريفة التي فيها 5 أحزاب سياسية لهم الحرية والديمقراطية للشعب أن يختار الحزب الذي يراه مناسب. لا يحق لنا كسوريين ولا يمنيين أتينا من بلاد فيها حزب واحد يحكمها ويغتصب بلادنا أن نزاود على بلاد مثل المملكة المغربية التي فيها تعددية حزبية. مساء الخير. نعم. مساء الخير أخي. آسف أخي الرأي المغربي قاطعت حديثك. على أي شكرا الأخ منير، فكرة جميلة في صميم الكلام. فقط بالنسبة لعدد الأحزاب في المملكة المغربية العدد يتجاوز أكثر من 30 حزب. فيعني ما عنديش الرقم حاليا لأني لدي هاتف واحد فقط. أنا تقريبا كما قالوا الإخوان 34 حزب في المملكة المغربية، لكن هناك يعني 6 أو 7. نعم 34. أنتم ما تخافوا، راعوا مشاعرنا يا رجل، راعوا مشاعري. على أي الإخوة الكرام يعني في اسمع يا حوسي، اسمع يا حوسي، اسمع، عندهم 35 حزب. اسمع يا حوسي. غني له منير. على أي الإخوة الكرام، الرأي المغربي يكمل. نعم تفضل. على أي الإخوة الكرام، في إطار إكمال مداخلتنا ونعطوا فرصة للإخوة يا أخويا الرأي المغربي. انا دابا فين ما كنكون في الخدمه كنقلب دابا تبلينا بالصوت ديالك ما شاء الله. والله يا خويا فين ما كنكون كنقلب على الصوت ديالك. بارك الله فيك. وبالمناسبه راه ليله البارحه والله العظيم الاخوان ماشي بغيت راه ما نعستش. كان واحد اللايف تونسي راه غيكونوا الاخوان في التعاليق شاهدوه، تم الدعس فيه على اكثر من 26 عنصر بين تونسي متطرفين مرتزقه وكراغله. والله العظيم الكريم معركة من أجمل المعارك اللي دارت على منصات التواصل الاجتماعي. لست أتفخر ولكن رأي موجود الإخوة الكرام. كنت معك الرأي المغربي، كنت معك. بارك الله فيك. كان معنا الأخ قلت عليه واسمع لي كي جاك هذاك القضية فاش قلت لهم أنتم مجندات. عصبتهم انت قلتي مجندات والكومونتير كلشي ولا مجنده من تحت. قال لك اسحبها. قلت له انتم تساهمتوا 40 مليون والله ما سحبتوها انتم، ما بقينا اسحبها ما سحبهاش. تفضل. شوف اخوان كلمه مختصره. نعم اخويا عمر نقول له هذه دابا ديك السياسيين ديال تونس مع الجزائر فاش كيتلاقاو في شي منصه اعلاميه كيبقاو يديروا نقاش سياسي. دابا التونسي باش كيستفز داك الجزائري فاش كيقول له المغرب هرب عليكم. دابا التوانسه عرفوا نقطه الضعف. يعني تخيل شوف دير نقاشات سياسيه بين تونسيين وجزائريين والله ما كيبقاو يضحكوا عليهم وكيجبدوا المروك وهو يبدا يسب وحده. شحال من قناه كيسدوا داكشي كيقول له صافي طرقنا. تفضل اخويا عدنان اسمح لي. الاخوان شكرا اخويا عدنان الله يحفظك. تفضل. باش نكمل الله يحفظك واعتذرني الى طالت. بالنسبه لهذاك اللايف الاخوان راهو جابوا اعتى جنود المرتزقه، يعني اقوى محاوريهم لدرجه ان بعضهم رفض ان يحاول. نتمنى انهم اللي طايح في اليوتيوب تفرجوا فيه غتستافدوا بزاف. على اسمع لي راه قيل كيصارعهم بوحده اليوم صراحه. تفضل اخي. انا راه غير كان كيطلع الراي المغربي كنهبط جي فيت باسكو لا مانيير الطريقه باش غادي يناقشهم هو والمعطيات اللي عنده لي دوني تختلف تماما. انا الطريقه ديالي تختلف تماما على الراي المغربي. انا على الاقل كنحاول ندير غير شويه د الكادراج، كنحاول بنادم كيخرج يديباسي لي ليميت ديالو كنحاول نردو. المهم ما علينا. مي الراي المغربي يمتع في التدخلات ديالو. بيرسونيلمون انا
استمتع. الله. ما علينا، لا، انا طلعت صح، باش صح. نعطي هذه النقطة أحييها في الإخوة المغاربة أنهم كيفهموني، لأني شو الإخوة الكرام لست أفاخر، لكن راه إلا كنت كتفهم الخصم هذه هي النقطة المهمة. أنا راه ما كنخليش لهم الفرصة فين يتطاولوا علينا، كنفرض عليهم أنهم يحترموا، إلا ما احترمش مباشرة كينزلهم اللايف. وإذا لاحظتوا راه نزلوا أغلبيتهم، نزلهم هذاك لأني جبرتهم يحترمونا ويناقش في حدود الموضوع. وهذه واحد نقطة اللحظة مهمة من الإخوان. واحد اللحظه راه ما كانش فاهم اكزاكتومون، دوك طلعت وعاودت ترجمت له ترجمت له بالفرنسي، قلت له فوالا ها لو بروبليم، ها لو سوجي اكزاكتومون شنو هو. عاود ترجمت له داكشي، قال لي نفهم، عاود قلبتها له بالعربيه. ما علينا. طلعت الاخوان باش نقول لكم فوالا سا ما في انورميمون بليزير دو فوار كمال انسان اللي كيعجبني في صراحه، هو في لي لايف ديالو، حتى هو ضابط الامور ديالو. الاخوان السوريين كذلك ما شاء الله، سو سون دي جون اللي على الراس والعين. خويا ليطاليانو البارح راه تبانت لي ليطاليانو باش طلعت معاك دابا. الرأي المغربي خويا كونتينيو، حنا اوني توس، حنا كنا مغاربه مجندين وراء القضيه ديالنا، وراء صاحب الجلاله. حنا مغاربه اوني بور ماروكان. المسائل الداخليه ديالنا كتخصنا والمشاكل ديالنا كتخصنا، ولكن اي واحد غادي يقرب من التيريتوار ديالنا ولا غادي يقرب من المسائل المقدسه في بلادنا او اللي كنامنوا بها كشعب، بغض النظر على المسائل الداخليه ديالنا، لان ما كاينش اللي ما عندوش مشاكل داخليه ديالو. كنهضر على البيريمتر ديالي ديال المغرب من طنجه للقويره، وكنهضر على المقدسات بلادي اللي يقرب لها. كما قال الراي المغربي ساواجهه الطريقه اللي كيواجهني بها، غادي نضربها له في مليار. باسكو انا كنعرف شنو عندي، كنعرف قضيتي شنو هي، كنعرف باش مآمن، وعندي قضيه اللي كندافع عليها. حد اخر ما عنده حتى شي حاجه، ما الى غيان إن عنده حقد، عنده بغض، جو مون فو شنو عنده، الامراض النفسيه اللي عنده هذاك، جو مون فو غويا الموند شنو عنده. كنهضر على شنو عندي انا كمغربي. وكنتمنى من اي مغربي يفهم واحد لو ميساج الاخوان اللي كيقولوه، وما نضربوش في بعضياتنا. واحد الفئه كتحاول تضرب بعضياتها، ولكن كيتجاهلوا ولا كيتناساو واحد الجانب واحد اخر، اللي هو كاين الذباب الالكتروني، وكاين دي انفستيسمون، وكاين فلوس كثيره كتخسر على هذا النوع ديال التفرقه، على لا ديفيزيون بهذا الشكل هذه كتخدم. سو سون دي جون اللي كتحط فلوس كثيره، مي فريمون سي دي فون قد السخط باش يجي واحد يضرب لك في واحد. صديق انا غادي نجي وغادي نختلف انا والراي المغربي، ونديروا انا وياه مشاكل، وغادي نخرج وندير لايف وغادي نطعن فيه، اولا غادي نكون في لايف واحد اخر ديال خارجي وغادي نبدا نعطيه. هذا الشيء اللي كنتفاداو، وكنحاولوا ما امكن نوصلوا هذا لو ميساج. اوني اوني، حنا بلادنا وارضنا وملكنا والشعب ديالنا بما له وبما عليه، اوني توس انصامبل. حاجه لا ما يقدرش ما يقدر حتى شي حاجه تفرقنا على هاد المعتقدات ديالنا. وشكرا جزيلا وتبارك الله عليكم. جو كخوا خايلي طاليانو راك عييتي واقيلا باغي تسد اللايف. جو كخوا لا غدا لا غدا الصراحه عندي واحد لا فيزيت ولكن يعجبني الكلام معكم، ولي الشرف الصراحه. انا نقول لك الواقع، انا عدولا قلت انا كنعز المغاربه كاملين، ولكن يعجبني الصراحه الرأي المغربي. يعني واحد الصوت، يعني الله سبحانه وتعالى من عليه بهذا الصوت والثقافة وفصاحة اللسان. يعني حتى ما عرفتش كاين واحد الرسول ولا النبي اللي كان لسانه شويه وقال الله طلب من الله يمشي مع خوه، يعني باخي يشد ازري، ولا يعني الله هو عنده واحد الفصاحه في اللسان. سيدنا موسى هذا قال له، سيدنا موسى قال له واخي هارون افصح نعم. مني لسانا فارسله معي اذ يصدقوني. نعم كمال اسمح لي ايطاليانو باش ما ننساش. كمال شنو لا شين يوتيوب عندك؟ اون شين يوتيوب انا قلت له اكتبها يكتب لنا اخويا. ما كنعرفش نجبد انا، راه ما كنعرفش ايطاليانو. اللي بغى يدخل القناه يدخل لها من هنا من هذا الحساب. انا راه ما كنعرفش نجبد داك الشيء ونحط هنا من هذا الحساب. يعني اللي بغى يدخل هذا الحساب هذا فيه راه مرابطها فيه تما، غادي يدخل غيلقاها من تحت منا ديك العلامه ديال بيبرك تما غيدخل. نعم كذلك. اخويا ولد المملكه، انا بدي انزل بس بدي اقول لك كلمه. شكرا لك وشكرا للاخ كمال وولد وعدنان، الاخ عدنان، والراي المغربي اخويا. شكرا لك يلا طالما اطربتنا بصوتك الرنان والجميل ومعلوماتك الثمينه.
بارك الله فيكم أخواننا المغاربة، وشكرا. الآن يعني الفريق المغربي الذي وصل إلى المحرر السوري وأحضر معه العديد من المواد الطبية والغذائية والدعم المالي، وصلوا منذ يومين إلى المحرر السوري وقدموا المساعدات لآلاف اللاجئين السوريين في الشمال السوري على أراضي سوريا في الحدود التركية. شكرا لكم على أخي، راسنا وبارك يا الله أخي، في على المغرب، راسنا، ونحن على راسنا. فخورون والحمد لله نعم. أنكم حلفاءنا. بارك الله فيكم شكرا. وشكرا، وعاش المغرب وعاش جلالة الملك محمد السادس، وشكرا. شكرا أخي عمر. وكذلك بالنسبة للإخوان، احنا راه ما نكونوا واقعين، احنا المغاربة ما كاينش فينا يخون هذا. احنا تحياتي لخويا كمال، تحياتي مثلا الأخ الرأي المغربي، الإخوان كلكم. يعني السي عدنان أنا شفتوه في لايف، يعني عجبني المداخلة ديالو، كيعرف حتى ينطق حتى الفرنسية، يعني كيوصل واحد الرسالة باللغة ديالو. كذلك عندنا أخوات. بالنسبة رسالتني أنا، رسالة كنوصلها من هنايا الأخ ياسر، خصو ياخذ موقف ديالو من هذا الشخص هذا، لأنه بدا يعني أنا ياسر يعني المحبة ديالي ليك بحالها بحال كل المغاربة، ولكن كيخص يا أخي موقف من هذا الشخص هذا. ناقش خطاب ديال جلالة الملك دون ما يعرفوه، بدون ما عارفوش، ما قاريش. اذا نتمنى منك يكون واحد الموقف، واحد اللايف، يعني لخوتك المغاربه. اما هذا السيد هذا فهو معروف عندنا وعند الاشقاء وعند الاصدقاء بان واحد الانسان فتان، لا قل ولا اكثر. عاد ما قلت، انا الوحيد ماشي اللي دار عليا هو 7 ديال اللايفات يوميا. كان يعني ملي كان كيتكلم على المغرب كيقول المغرب الذي عرفته، وهو عبد ربه انا اللي تلاقيته في مدينه طنجه وطلبت منه الاعتذار شخصيا، وكنت في المغرب انا ذاك المغرب الحبيب، لانني ما كانش انا لا يشرفني مثل هذا الشخص هذا باش يدخل لبلادي. وانا من هنا كنقول له ما تتكلمش باسم بلادي، ولكن انا المغرب ماشي ديالي وحدي. انا ما يمكنش نمنعه من المغرب الا بغاوه المغاربه، وما يمكنش انا نقول للمغاربه ما تحبوش. المغاربه ثقوا فيه، المغاربه يعني، ولكن هو ليس من ذاك المقام هذاك. اذا هو بين على الطينه ديالو، والايام بيننا ان شاء الله الرحمن الرحيم. تفضل اخي منير. أنا بصراحة أنا كثير آسف، بعتذر منكم يعني، لكن سامحوني. بعد يومين بطلع باللايف بسبكم وبسب المغرب، وبدي أسب الملك، وبدي أسب يعني بدي أقول أنتم مطبعين وأطعن فيكم. يعني خافوا ربكم، راعوا مشاعرنا. عندكم 35 حزب وإحنا مثل كلاب عايشين على حزب واحد. يعني خافوا ربكم فينا. يعني والله العظيم يعني حقه. انا الان اعذر السيد اسعد الحوثي، السيد اسعد الحوثي السلام عليكم. معذور عليكم السلام. لاني يطعن في المملكه. الان عرفت ليش يطعن في المملكه. الان عرفت ليش الكراغله يكرهون المملكه ويكرهون الملك ويكرهون الديمقراطيه ويكرهون الحر. 35 حزب. اعطونا واحد، اعطونا اثنين، إن يا رجل اعطونا الكراغله، اعطوهم حزبين 3. والله حرام. غيرة يا رجل. إذا تغار من المملكة عندهم 35 حزب، روح اعمل عندكم في بلادكم حزبين 3 أقل شيء. والله راني أنا يعني أنا مغربي يا أخي، أنا مغربي خلاص. والله نعم. نتشرف. مرحبا بك والله يا أخي، بالعكس والله نعم. يشرفونا. والله إلي شرف، والله إلي شرف إني أقبل يد السيد محمد السادس جلالة الملك، اللي دائما يختار الصح، اللي معيش شعبه تحت ظل 35 حزب، وللمواطن الحرية بأن يختار الحزب اللي بده إياه، للمواطن الحرية بأن ينتقد الوزير، بأن ينتقد يا رجل إحنا في سوريا إذا قلنا بأن شرطي بوليس اوفيسر، يعني شرطي عادي بدون نجوم، اذا قلنا عنه سيء، مصيرنا السجن والاعتقال يا رجل. هذا في سوريا، انا سوري اتكلم عنه بكل بساطه، وفيك تسال اي سوري. اذا تكلمنا على شرطي اذا تكلمنا عنه بسوء فللسجن مباشره. 35 حزب عندكم، تحكوا على الوزراء، تحكوا على رئيس الحكومه، تحكوا يا رجل ارحمونا. والله حرام.
لذلك السيد أسعد الشرعي معذور، أسعد الحوثي معذور، لأنك خرجت من عباءة علي عبد الله صالح الذي كنت تعبده سابقا، واليوم تعبد عبد الملك الحوثي الجاهل، عبد الملك الحوثي الذي لا يعرف كيف يكتب اسمه، لا يعرف كيف يكتب عبد الملك. أنت تعبد عبد الملك الحوثي الآن كما كنت تعبد علي عبد الله صالح من قبل. اترك المغاربة وشأنهم. إذا كنت ملم بالسياسة فعليك أن تتفق مع الأخوان المغاربة ضد عدوكم الذي قتلكم الإيراني، ضد الإيراني الذي قتلكم، وضد الكراغلة الذين ساعدوا الإيراني في قتلكم. الكراغلة يا سيد أسعد الحوثي، الكراغلة رفضوا أن يقاتلوا الحوثيين ويقاتلوا إيران في اليمن بلدك. تمام؟ الكراغلة قتلوا الشعب السوري في سوريا، الكراغلة قتلوا الشعب المغربي في صحرائه. نعم، الكراغلة أكبر إنجازاتهم غنوا طاوة طاوة نحررها طاوة طاوة. لذلك أخرجنا لهم أغنية جديدة على طلب الجمهور. يعني أنا آسف، يعني ممكن يكون ما وقت أغاني، لكن على طلب الناس يعني كلهم بدهم يغنوا، ونغني لهم ونقول لهم كرغلي يا كرغلي غلي بالحوثي غلي، كرغلي يا كرغلي غلي بأسعد غلي، وين كانوا مهر أسعد غالي، وين كانوا مهر الحوثي غالي، من رخص ما من غلي، من رخص ما من غلي. نعم. لا، إذا قول له البسطي، قول له البسطيله والكرعين، قول له البسطيله والكرعين. والله يا اخي، والله يا اخي، كنبدا نديروا مقارنات. انا صراحه كما قال اخي الراي المغربي، كنفضل جو دو با فير دي كومباريزون باسكو ولا نشوف امثال ديال هاد اللايفات ولا هاد المستويات. واحد وتخيل معايا كتدخل كتلقى واحد كيحل لك في المغرب، شغلهم الشاغل المغرب. راه ما يمكنش، انكرويابل. واش انا في نهاري، واش عباد الله مثلا انا عندي ساعتين غادي ندخل فيها التيك توك وجو بارطاج ان بتي بو لي زيدي افيك لي جون اللي نتعلم منهم وناخذ داكور، وكتلقى نفس الاشخاص نفس الكمامر 24 ساعه على 24 ساعه. نعم. مي سي با بوسيبل. واش الناس ما كتخدمش، ما عندها زعما ما عندهاش شي حوايج اخرى ديرها في الحياه ديالها من غير تيك توك وتسب المغرب وناتاكي المغرب؟ ما يمكنش. ولكن كترجع وكتلقى اخ الراي المغربي كيقول لك فوالا ما خصناش نخليو المكان فارغ، لان الا خلينا المكان فارغ كاين واحد فئات وحده اخرى حتى هي كتدخل وكتركب على هذه المواجات وفوالا وكتاخذها كاش. سيتادير هذاك الشيء اللي كاين، الواقع راه هو هذاك الشيء اللي كيقولوا دوك الناس. ديكو خويا عدنان، غير باش نوضح خويا عدنان، غير باش نوضح الله يحفظك. شوف الاخوه الكرام، للاسف الشديد راهو هذه المنصه هذه الا كنا غنتحاوروا مع الشرعي فمن الافضل المقاطعه ديالها، لانه هذا الشخص ما عندوش اصلا الامكانيه باش هو يجي واللي يناقشني انا في قضايا الاساسيه وفي قضايا الداخليه. الا كان غادي يكون محايد نتموا نناقشوا فيه الكراغله ونناقشوا فيه شعب الطوابير ونناقشوا فيه الرباعه ديال فيلاج اللفت، ماشي مشكل نناقشوا سيدي، ولكن يكون محايد. اما باش تما تولي انت داخل في بلاد وجيت تناقش لي انا بيان ديال الحزب العداله والتنميه وتناقش لي الديوان الملكي، انت شكون انت؟ وي هذه النقطه ناكد عليها. اللايفات الغير محايده ما عندنا ما نديروا بها.